طلعوه يتكلم معاهم. الترابية. الأخ ابن نعم الصحراء. عندي سؤال. أخ سامي الجزائري، الأخ سامي الجزائري تفضل. تفضل. أخي سامي الجزائري، ما رأيك في الكلام والتصريح الذي جاء على لسان الملك المغربي محمد السادس عندما قال، وجه الكلام مباشرة لأخيه فخامة الرئيس تبون، عندما قال له: لا أنا ولا أنت يعني كنا سبب في هذه المشكلة، وتعالى يعني نتحدث حول مستقبل بلدينا. هذا الكلام هل سمعته؟ نحن سمعناه، لأن أنت تعلم أن إغلاق الحدود يعني كان قبل مجيء الملك محمد السادس، وكان قبل مجيء الرئيس عبد المجيد تبون، وهي دعوة صريحة، هؤلاء إخوة ومسلمين وكذا، وهذه الدعوة أنا سمعتها في خطاب الملك. وما رأيك في المقابل أن الرئيس الجزائري كرر في مرتين يقول: نحن لا نريد أن يتدخل بيننا أي شخص ولا أي شخصية. الرئيس الموريتاني قال: والله أنا أتشرف بأن أتدخل بين المغرب والجزائر إذا سمحوا لي بذلك. ملك الأردن نفس الشيء، السعودية نفس الشيء. لماذا هذا يعني إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم؟ ما رأيك في هذا الكلام؟ الأخ الصوت الأخ. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. هل شيء جميل، شيء جميل هي توحيد الشعوب، شيء جميل. نعم. والأجمل هي ما يوحدنا من لغة ودين، ما يوحدنا من لغة ودين. هذا هو الأجمل. يعني في نظري لو كان الإنسان يكون شوية مركز، شوية الدول المستعمرة هذه ما خلاتش وراها، ما خلاتش البلدان المستعمرة القديمة، خلات فيها الهنا، خلات قنابل موقوتة على كل حال. أخ سامي أعطيك مثال، لأنني أتابع كثيرا المنطقة. أعطيك مثال. كانت العلاقات مقطوعة بين المغرب والجزائر في عهد الرئيس الراحل رحمه الله الشاذلي والملك المغربي الراحل حسن الثاني. عندما كانت الجزائر ستنظم القمة العربية أعتقد 1988، يعني دول العرب قالوا: أنتم جيران وإخوة، والقمة لا يمكن أن تكون إلا إذا يعني كان المغاربة سيحضرون. وتدخل الملك فهد والتقى في قمة معروفة الشاذلي والحسن الثاني رحمهم الله، وكانت هناك حرب، حتى كانت حرب في هذا، واستطاعوا أن يتعدوا هذه المشاكل. وأتى الملك المغربي إلى الجزائر وحضر إلى القمة، ويعني استأنفوا شيئا ما العلاقة. هؤلاء بلدين أخوين وشعبين أخوين. ما هي هذه المشاكل التي تجعل يعني لا يمكن حتى أن يجلسوا على الطاولة، خاصة وأن الملك المغربي يعني طلب بكل صراحة، قال بواضح، قال لأخيه فخامة الرئيس تبون: أنت لست سبب هذه المشكلة وأنا لست سبب هذه المشكلة. لماذا لا تأتي ونأتي أنا وأنت ونحاول أن نجتمع يعني نحل هذه المشكلة؟ وين هي يعني المشكلة في أن يجلس مفاوضات، يعني شيء طبيعي حتى يقع بين ألد الأعداء، وهؤلاء هم دولتين يعني مسلمتين، شعبين عربيين مسلمين. لماذا يعني ماذا يمنع مهما كانت المشاكل، ماذا يمنع شعبين أخوين ولا حكومتين أخوين ولا رئيسين أخوين أن يجلسا ويحاولا أن يحل المشكل بين الشعبين؟ ونحن يوما بعد يوم الأمور تزداد، ويوما بعد يوم أعداء المنطقة كما قلت هم المستعمرين أصلا لا يريدون أن تتفق أو أن يتفق البلدان، لأنه في تكتلنا في المغرب العربي سنكون فعلا، اليوم إن تلاحمنا سنكون قوة ضاربة، وسنكون تكتل يحسب له 1000 حساب. وأول ما سيستفيد هم الشعوب. خلافات شخصية في الحقيقة تستطيع الحكومتين أن تتعدى هذا الأمر. هو حتى
الأعداء الكبار الأمريكان والاتحاد الروس يعني يختلفان ويهددان بعضهم البعض، وفي الأخير يلتقيان. كوريا الشمالية كوريا الشمالية تهدد بالصواريخ النووية، وفي الأخير طار ترامب ونزل في يعني والتقى مع رئيس كوريا الشمالية، رغم أنهم يعني أعداء تماما. إذا لما طلب الملك المغربي لقاء الرئيس الجزائري ماذا يمنع؟ نريد أن نفهم من الإخوة الجزائريين. تفضل. كان بالإمكان ما تقوله لولا دخول الطارئ وهو التطبيع. كان بالإمكان. عدو الأمة عند الحدود أخي، عدو الأمة عند الحدود. سامي أخي كريم سامي أنكم تجاوزتم الحدود بهذا السبب. هذا ليس السبب، لأن الحدود كانت مقفولة من 94. أنتم حتى الله يجازيك، الله يجازيك، تاريخ الله يجازيك، الله يجازيك، الله يجازيك، الله يجازيك، الله يجازيك. خلينا نقدموا لك فكرة. مقفولة من 94 من الإرهاب. الأخت سميرة، يا الأخت سميرة، الله يجازيك، الله يجازيك. ما تقاطعينيش، خليني نكمل الأحداث. دوك أنا ما ديناكش من وقتك. لا تسكتي، تتعلمي تصمتي باش نقدر نلحق لك الفكرة. كان بالإمكان قبل التطبيع، ما بعد التطبيع لا أظن يكون تقارب. كان بالإمكان. النظرة تاعنا الشعب الجزائري للصهاينة والإسرائيليين أما عدو الأمة. الجزائر ليست مطبعة، أحب من أحب وكره من كره، وأي شخص يقول الجزائر مطبعة هي تهمة، وأنا أرفض التهمة. صحيح. دقيقة. التطبيع عبد عنده تعليق. الله يبارك فيك. شوفوا باش كان نتخطاو هاي مرحلة التطبيع. هذا الشيء أريد به فقط باطل. دقيقة. فإن نتحدث عن التطبيع يعني تطبيع المغرب مع الكيان الصهيوني أو مع اليهود. هذه هو نقطة التطبيع. الآن سبحان الله، أنا كإنسان جلست من دون أي هوية، فرأيت شاشة التلفاز في كأس العالم التلفزيون الإسرائيلي يبث فرحة اليهود، فوز المغرب. نفس الشيء غزة تهلل وتزغرت بفوز المغرب. هذا إذا كان التطبيع يضر الفلسطينيين فهم أولى. فما يعني الجزائر في هذا الأمر؟ فأين المشكلة؟ هم فلسطينيين يساندون المغرب ويحبون المغرب. فلنرحل عن هذا الخلاف ونرحل عن هذا العنوان. فإن كان التطبيع يضرك يا جزائري أو يا موريتاني أو يا تونسي أو يا ليبي، فأهل الأمر في غزة تحت نار الصهاينة واليهود يساندون المغرب. نطوي الصفحة، نتكلم عن موضوع ثاني واترك التطبيع لأهله. تفضل إلياس. ممكن واحد تدخل بسيط شي شوية. نعم. هو إلا كنا غادي نهضروا على الجزائر، المشكل الجزائري المغربي، ممكن نستحضروا شويه التاريخ. هو ان ارض الجزائر في الاول هي كانت مستعمره تركيه، ومن بعد جات الاستعمار الفرنسي. على بالنا به هذا راك جايب لنا جديد، هات جديد. حكايه هذه ما كناش مستعمره تركيه، ما كناش مستعمره تركيه. عندك الغلط. انا جاي هذا داخلين عليها طب سفريت حافظينه وكل كاع كيف كلام انشائي. هذا سرد التاريخ كلام انشائي فقط. يلا ما تسردش التاريخ. على تسرد لنا التاريخ تاع بروف عنا نقراو عندكم. وقيلا ما قاطعتك الاخت وما خليتيهاش تقاطعك، ما تقاطعنيش. تفضل ما تجيب الناس الاسطوانه القديمه هذه. احترم الاخرين. الله يجزيك. كانت الحمايه التركيه، الحمايه الدوله العثمانيه، الخلافه العثمانيه، ماشي استعمار تركي. لا ما كانش عندنا استعمار تركي، كانت الخلافه العثمانيه. ما تمدوش مغالطات للناس. الكلام والحوار. الله يجزيك بخير. وانت تعلم الاداب، التحاور والمحاوره، وما تعطيش مغالطات للناس. اللايف راهو فيه 520 بنادم. كي تقول الاستعمار التركي نامنوا به.
هي حمايه تركيا، هي الخلافه العثمانيه. يعني اخي عندي تدخل بسيط، ولازم نسرد شويه التاريخ باش نفهموا التاريخ مفهوم الحقيقي ديال الشعبين اللي هما شعبين تقريبا شعب واحد. هو في الحقيقه شعب واحد. الموضوع ليس، شوف اخوة الكرام، هو الحق الموضوع ليس سجال بين المغاربه والجزائريين. هذا هو المشكل. يعني في الموضوع هو مشكل سياسي محض. دائما للتصويب برك اخي الكريم، الاستعمار ما كانش استعمار تركي، كاينه خلافه اسلاميه جات حمايه للجزائريين، للحمايه من الغزو الاسباني البرتغالي. ما تقولش استعمار، ما تقولش استعمار برك. الله يخليك، هذه مقاطعه المخزن تاعك. الله يجازيك بخير الاخ سامي. سجل الملاحظات ديالكم بعد. الحمايه من الحمايه من الحمايه الاخت سميره الله يجازيك بخير. الاخت الله يرحم لك الوالدين. احنا وصلنا للاستعمار الفرنسي، واش هو استعمار ولا حمايته هو؟ هذاك استعمار احنا ماناش ناكرينه، وقدمنا تضحيات وخرجنا خويا بثوره شعبيه يشهد لها العام والخاص ويشهد لها العالم والاحرار. واخا خويا نمشيو معك في الطرح. من امتى استقلت الجزائر؟ 1962. في نظرك من 1962 وحنا في مشاكل مع بعض، مين جاي المشكل؟ مش من الاستعمار الفرنسي؟ سلمنا بالفكره، سلمنا بالفكره. ومن يحكم الجزائر لحد الان من 62 الان؟ من يحكمها؟ ابناؤها. واتحداك لا احنا ماشي في تحدي. احنا شوف، قلت لي من يتحكم في الجزائر؟ ابناؤها، ابناء هذا الوطن، ابناء الثوار الاحرار. من حرر الجزائر؟ حررها الشهداء والمجاهدين، شهداء رحمه الله عليهم، ابناء الجزائر اللي حرروها. وكيف خرجت فرنسا؟ خرجت بضغط الثوره، خسائر كبيره تكبدتها السلطات الفرنسيه. مفهوم هذا العام. ومن هم الحركيين؟ سؤال بسيط. من بني جلدتي ومن بني جلدتك ولا انكرهم. ومن يحكم الجزائر من منذ التحرير ابناؤها الاحرار يحكمها الأحرار أبناؤها. لا يا أخي تحكمها فرنسا. أبناء الشعب الجزائري الشرفاء النزهاء يحكمونها جزائريون بتفويض من فرنسا. لا يمكن أن فرنسا هذا التفويض أنت في مخيلتك، أنت طرحت الفكرة وأنا أجيبك في مخيلتك. في المخيلة تاعك يحكمها بتفويض. احنا احرار في قراراتنا في سياداتنا، ونعطيك المثال ذك ونأكد لك باللي احرار. اي استثمارات اجنبيه في الجزائر يبقى دائما الافضليه للاستثمار 51 49%، يعني للصالح الجزائري. علاش تهرب الاستثمارات عندك انت للمغرب؟ خطاش علاش اليوم عندكم 49 51 حتى لا اليوم درتوا اكتشاف تاع حقل الغاز في تاندرا هذه والله كيسموها، كان عند الشركه الاسرائيليه 79% والمغرب تدي 21%. احنا السياده المطلقه وانت تحت ضغط اسرائيل. راه المشكل